هاي حبايب، كيفكن؟ شو اخباركن؟ اشتقت لكم كتير ورجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم كله حماس حبايب قلبي. بعد كذا يوم رح يكون عيد ميلاد ليام، وانا هلا مبلشه بالتحضيرات وبالقصص، وحابه اشارك معكم فيديو اليوم. كمان حاعمل معكم الترند تبع كازان دي بي، هاي الترند التركي، الحلا التركي. رح اجرب معكم، رح اسوي في كتير 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 تفاصيل حبايب قلبي، فلا خليكم بقلب الفيديو وما تروحوا ولا لحظه عليكم. بس كمان حبايب قلبي حابه لكم اذا انتم اول مره على هالقناه، قناه أليكس ونالين، اكيد ما تنسوا تشتركوا بقناتنا وتحطوا لايك للفيديو، تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، والروابط كلها حتلاقوها بصندوق الوصف، وصيروا جزء من عائلتنا الحلوه. روح على روزمان. اول شيء لازمني بدي اجيب تاج لليام، ما عم بعرف من وين بدي اجيب له التاج. فاول شيء رح ادور بروزمان، يمكن في بقسم هاي تبعت الاعياد ميلاد وكذا، ورح اجيب له كمان. ليش انا عم بحكي كتير؟ ليتس جو، خلينا نروح ورح اورجيكم شو لازمني. اوكي حبايب، شايفين في هون عطور زيتية. اخذ هاي اللافندر لانه افضل شيء ممكن تلاقوه بالحياة، بتساوي ريحة كل شيء حواليكم بشل وبجنن، فهي رح اخذها. اوكي يا جماعة، للأسف التاج اللي دورت عليه مشان عيد ميلاد ليام ما لقيت. يمكن نروح على الكيك او البوسم بيز، يمكن لاقي هنيك وجيب ليام. كمان حاخذ هاي لليام لانه كتير بيحبها، وبحط له احيانا باللانش باكس تبعه للروضة، وكمان صحية يعني ما فيها سكر ولا شيء. كمان حاخذ هاي الشاي لاتو، كتير كتير طيبة يا جماعة، من سبق وحكيت لكم عنه انه بشهي وكتير طيب. رح روح على الكيك او البوستن بيزو، ورح شوف هنيك بلكي لاقي تاج، ان شاء الله لاقي تاج. يعني كتير حابة اطلب يوم عيد ميلاده هيك تاج. اوكي حبايب، هلا انا عند كا اون كا، لازم اجيب كاكاو كمان. عم فكر مشان جاتو ليام اعمله بالكاكاو، فرح شوف. كمان حاخد هاي مشان حط قالب الجاتو فوقها، وكمان حاخد هاي محارم مكتوب عليها هابي بيرثداي، وكمان حاخد هاي الشوكولا برينجلز شترويزل. اوكي حبايب، جبت كريمة الخفق، في عندي كمان بالبيت. جبت هاي مثل المرتديلا، كلها فيجان يعني ما فيها قصص حيوانية، كلها نباتية، كتير بحب اكل منها. هون جبنة مع اناناس وبابايا، وكمان جبت حليب. الهوا نقي، كتير نقي، بستنشق. بعد الاستنشاق نسيت شنطتي. من دون شنطة، من دون جزدان، كيف بدي فوت؟ ادعوا لي يا جماعة الخير انه لاقي، ان شاء الله لاقي يا رب تاج لليام. على فكرة كان عندي مليون تاج لما ليام سنن، فجبت له هيك كيس كامل فيه مليون تاج، بس لما انتقلنا من هداك البيت كبيته. وهلا انا عم يلزمني. صلى الله عليه تاج، يا رب يا رب. اوكي، هاي اشياء العيد ميلاد. هلا بوريهم هيك قصص مو لازمني لانه انا وصلتهم اونلاين، بس يا جماعة بعدني عم دور. يس هاد هو اللي بدي اياه انا يا جماعة الخير. شايفين هاي لما الواحد بيشغلها بتطلع من النار، عرفتوها انتم؟ عرفتوا قصدي شو هاد؟ فهن ثلاثة كتير حلو، بما انه عيد ميلاده حيصير كمان 3 سنين، فكتير حلو انه هن 3 عليهم. هاي رح احطها على الجاتو، كتير حبيت انه لقيتها، الحمد لله. حبايب للأسف ما لقيت التاج، شكلي ما رح لاقي، وما ضل وقت كتير. هلا اونلاين ما عاد يفيدني انه وصي اونلاين اجيب، لانه ما ضل كذا يوم. يعني اذا وصيت كمان ما رح يحلق. مين بده يحلق؟
إذا وصيت ما رح يوصلني إلا لبعد عيد ميلاد ليام، عرفتوا كيف؟ It's okay. يلا هيك صار، يعني شو بنعمل؟ وكمان حآخد بخاخ معطر جو كمان باللافندي، خزامة أو إكليل الجبل. أنا عشق عندي هاي الروائح يا جماعة، فعن جد هلا شفت من شوي جبت من روزمان زيت العطري، وكمان هلا جبت هاد، ورح اخذ هالبسكويت كتير كتير طيب. اوكي حبايب، حابة اورجيكم ايدي كتير غراض. المهم جبت هاي القداحة كمان، لونه عجبني. اوكي حبايبي، انا هلا صار لازم ارجع البيت، ما لقيت التاج. فتت على الكيك كمان ما لقيت، وطلعت المهم ما لقيت. زعلانة انه ما لقيت بصراحة، بس هو بيكون نصيب. بس كمان حابة اقول لكم حبايب قلبي، انا هلا رايحة على البيت، بما انه هلا عم تشوفوا الفيديو اكيد ما تنسوا تحطوا اللايك، وبعدكم مش مشتركين لازم تشتركوا لحتى تشوفوا كمان عيد ميلاد ليوم. كتير متحمسة اشارك معكم لانه تفاصيل هالسنة رح تكون غير باذن الله تعالى. فيا عمري انتو ليتس جو. انا هلا رايحة على البيت، معي بس اوصل على البيت عندي لسه كمان 10 دقايق رح ارتاح فيهم، رح اعمل لي فنجان قهوه اشربها، وبعدين نروح جيب لي من الحضانه. وعلى الساعه 2 رح تيجي رفيقتي البولنديه، هي وابنها صرنا زمان ما التقينا. فهيك يعني اليوم كله بلان، يعني هون اليوم كله خطط، يعني ما في استراحه هيك صغيره. بس هيك الحياه، حد بده يكمل، بده يعيش، عنده هون خطة، هنيك خطة، هون عنده مشوار، هون عنده مدري شو، هيك يعني. والله لا يا قلبي، انتو وين نضارتي الحلوة؟ خلينا ننطلق. الحق اشرب لي فنجان قهوة، بدي مخمخ انا، مخي بده فنجان قهوة. لو كان عندي وقت اكتر كنت جبت هلا برا وشربت، بس ما عندي كتير وقت، لهيك رح اشرب على رواق بالبيت ب10 دقايق اللي رح يكونوا عندي. وهاي حبايب قلبي من جديد، لكني انا هلا وصلت على البيت، ومثل ما خبرتكم لازم اسوي قهوتي بسرعه جدا لحتى اقدر هيك اشربها ومخمخها برواق. معي 10 دقايق بالضبط لازم اطلع من البيت، يعني 10 دقايق كتير مناح انه اشرب فيها قهوتي بقمه الرواق. لكل عشاق القهوه حطوا لي قلوب بنيه او فناجين قهوه بالكومنتات لحتى اعرف مين من هيك من متابعيني كمان هيك من عشاق القهوه. Let's go. بسم الله. وهي حبايب حطيت كاستين حليب، وكمان هون عندي معلقتين طحين حبايب. يعني كتير كتير متحمسة أجرب هاي الكازان ديبي لنشوف كيف حتطلع طعمتها. وحبايب هون عندي كمان 3 معالق سكر، في ناس بيحطوا لها بس معلقتين، بس أنا بصراحة حبيت إنه الحلاوة تكون فيها واضحة. وكمان حبايب عندي هون فانيليا، رح حط بس نص الظرف، هو أصلا عندي بقلبها نص يعني. كمان هون حبايب عندي معلقتين نشا. كمان حبايب عندي حبة بيض، رح اخد بس الصفار تبعه والبياض ما رح احط له. في ناس ما بيحبوا البيض، ففيكم طبعا تستغنوا عن البيض، بس انا عادي يعني حابة احط بقلبها. اوكي حبايب قلبي، هلا رح حرك كل شي على البارد. بلش القوام يتقل، رح احط دغري فوقه كيس، ما عندي اكياس تانية بالبيت. وهون رح احط هلا فيها سكر بودرة، هلا رح اتركها تتكرمل شوي. بسم الله.
ما بعرف، حاسة اني انا عملتها شوي يعني تخينة شوي، ولا شو رأيكم يا جماعة؟ رح اتركها شي 7 دقايق 10 دقايق على طرف تبرد، وبعدين رح احطها بالبراد تقريبا شي ساعة ونص ساعتين. اذا عندكم وقت مش مستعجلين على الوضع فيكم تتركوها كذا ساعة بالبراد. هاي طلعتها من البراد بعد ساعتين وخلينا نشوف سوا. هلا ما بعرف اذا انا كنت مشغل الكاميرا ولا لا، على الاغلب انا وعم اقطع الصيانة شغل الكاميرا، بس انا شكلي حارقته بالزيادة، يعني مكرملته زيادة، بس ما عنا مشاكل. وهلا حبايب رح ضيف فوقه عسل، طبعا هاي حسب الرغبة. إذا عندكم قطر أي شي بتحبوا تحطوا فوقها. هلا أنا شايفة إني ما بعرف يا حارقته بزيادة يا مكرملته بزيادة، فنص أوكي. هي أول تجربة. رح أضيف هلا فوقها فستق حلبي، وهلا صار دور إنه ندوق يا جماعة. حبايبي طيب، بس بحب لكم انه اذا جربتوها لا تخلوها تتكرمل بزياده مثل ما انا عملت، يعني تاركتها تتكرمل لهالدرجه بظن كانت حتكون لسه اطيب. انه هي فكره حلوه، بس انه هيك شي يصير ترند ماني فهمانه بصراحه. هون بالروضه حبايب قلبي عطوني اياها وقالوا لي انه لازم ارسم عليها واعطيهم، وهني كانوا بيغلفوها وليوم عيد ميلاد ليام رح يهدوها. وطبعا كل الاهالي اللي بمجموعه ليام او جروب يلي فيه ليام، فالاهالي بيحصلوا على هيك وحده من البوزل، والاهل لازم يرسموا عليها. فلذلك الامر كتير محتارة شو رح ارسم، فعم فكر ارسم له بطريق لانه ليام كتير كتير بيحب البطاريق او البطريق. حشوف هلا باخر لحظة اذا حيزبط معي البطريق او لا، كتير خايفة انه ما يزبط معي، بس انه نشوف شو بيطلع معنا. فطبعا مثل ما قلت لكم حبايب انه هلا انا عم ساويها مش بوجود ليا، من غير شر، لانه لازم اعطيهم من دون ما يشوفها ليا لحتى يهدوا اياها بهالنهار. فالفكرة حلوة، وهي برأيي هي هدية قيمة على قد ما أنا هدية بسيطة كتير، لأنه كتير مهم لأطفالنا يتعلموا يركبوا البوزل ويشيلوها ويتعلموا، لأنه كتير كتير مهم لنموهم العقلي. فيا جماعة من 2.5 لازم تبلشوا تجيبوا لأطفالكم أو أقل حسب هيك اشياء، وحتى ولو ما قدروا يركبوا ما في مشكلة، المهم يكون عندهم هيك شي. يعني مثلا أنا من قد كان عمر ليام هلا كذا يوم حيصير 3 سنين إذا الله راد، من يمكن 8 شهور جبت له البوزل يلي بس هن على شكل ظرفين، وليام ما كان يحبهم ما كان يتقبلهم. فمع الأيام من فترة رجعت استعملت معه صار يحبها، جبت له كذا بوزل كمان حبهم كتير. وكمان هلا لهيك بنصحكم كل الماميات، فحتى ولو ما انكم قدرانين تشتروا، شايفين قديش الفكرة بسيط، فيكم بالكرتونة تعملوها، ترسموا رسمة وحاولوا انه تقصوها هيك، يعني يلي مش متوفر عنده او مش قدران يجيب هيك قصص، فيكم حتى بالكراتين تقصوها وتكونوا مبدعين وتخترعوا هيك قصص. Rock-a-bye baby on the treetop when the wind blows. حبايب هلا خلصت تلوينها باللون الابيض ورح اتركها لحتى تنشف. اوكي حبايب تركتها تنشف ورجعت حطيت عليها طبق ثاني. But mother will catch you cradle and all. Baby is drowsy, cozy and fair. Mother sits near in her rocking chair. Forward. يعني عم حاول، فلهلا هيك طلع معي شكل. نشوف هلا بالتلوين وكذا
يا جماعة هذا اللون أزرق، الأزرق هذا اللون أسود، وهون ما بعرف إذا مبين على الكاميرا، وأنا عم برسم فوقه صار اللون كأنه كحلي غامق. هلا بلش اللون الأسود يطلع. يا الله شو كيوت. عليك بليز ما تخبصي. جماعة ضل ساوي له خدوده، فرح اخذ هاللون شوي ورح ادمجه شوي بالابيض لحتى ما يطلع هيك. انتوا عارفين شو قصدي صح؟ انه ما يطلع كتير هيك على فوشي. هيك خدود. عنكياتها ان شاء الله يا رب ليام ينبسط فيه كتير. شو كيوت طلع، حبيت. هلا مو شغل احترافي بس انه حبيت. اوكي حبايب قلبي، اكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم. انا حسيت كتير كيوت، ان شاء الله يا رب ليام كتير ينبسط فيها. والفكرة لذيذة من الروضة، انه الاهل بتعرفوا شو حبيت الفكرة، انه حتى الاهل يبدعوا لاطفالهم، يشتغلوا شغلة لاطفالهم. هلا بالبداية كنت اقول قلت لحالي انه اوكي لسه لازم الواحد يرسم، بس لما فكرت بالموضوع انه في شيء رابط بين الطفل والام او الاب لما يرسموا هيك شيء ويعطوا للروضة، فهن عرفانين شو عم يشتغلوا بالروضة. كتير حبيت، كتير كيوت. اوكي حبايب، كمان هلا حابة اورجيكم القصص اللي رح يلبسها ليام بيوم عيد ميلاده. شايفين قديش كيوت وقديش لذيذ وقديش كول. عن جد انا ما بعرف، حاسه انه حيطلع بشل. قلت له اليوم خليني نجرب على اجريك، العفو منكم، بس ما كان يرضى انه يلبسه اياها. المهم رح يلبس يعني رح يلبس، بس عن جد قديش حلو. كمان هيك جبت له بدله كامله، هون البنطلون بيج لازم لسه غسل واكوي. لهيك جبت هي نفس هاللون ومعه قميص. نحن بالكردي بنقلها يلق، طبعا في ناس كتير عندهم لغات عامية مختلفة، بس بالنسبة إلي وأهلي وهي المنطقة بنقلها يلق. وأنا يعني للأسف الشديد بهي اللحظة نسيت اسمها بالعربي. المهم فهي كمان معها، وكتير متحمسة يا جماعة. بس مثل ما قلت لكم لسه انه وصيته اونلاين، لسه ما غسلتهم وما كويتهم، فان شاء الله بيوم عيد ميلاده. فاكتبوا لي رايكم بالتعليقات. يا الله هاد اكثر شيء هيك حاسته انه بجنن. انه ليومتي عم يكبر وحيصير يلبس هيك قصص يا عمري انا. اوكي حبايب، كمان حابة اورجيكم هاي. شايفين رح تكون على شكل بوكس، ورح تطلع منها بوالين ومفاجآت وقصص كتير لذيذة. وقصة كتير لذيذة هي أليكس جابها، فكمان يعني بيوم عيد ميلاده رح تشوفوها. رح افتحها، هلا ما رح افتحها. وكمان هون في بوالين والزينة وحتى لتزيين الجاتو كلها بقلب. هاي كمان هاي حتشوفوها بيوم عيد ميلاده، هلا ما رح افتحها. حبايب قلبي اكيد ما تنسوا تشتركوا بقناتنا وتحطوا لايك للفيديو وتتابعوني على انستا وكل مواقع التواصل الاجتماعي، حتلاقوا الروابط بصندوق الوصف. خليكن كتير متحمسين، كذا يوم حينزل عيد ميلاد ليام. بحبكن كتير، بشوفكم بالايام الجاي. باي باي.